ما بالراحه يا عم ارتيتا شويه يا عم على توتنهام، مش حملك هم برضه اديتهم رايح جاي على قفاهم. هناك عندك في الملعب بتاعك اديتهم على قفاهم، وهنا في توتنهام في ملعب توتنهام اديتهم 4-1. ما خف شويه يا عم ده الديربي مش مستحمل يا عم كل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الشريف من جول استوديو. زي ما عودناكم هنبدأ بالماتشات اللي هي الأصعب، الماتشات الأحلى اللي فيها سسبنس والناس كلها بتحب تتكلم عليها، الماتشات اللي هي الديربي. نبدأ من أول ماتش بتاع توتنهام وأرسنال اللي اتلعب في الاستاد بتاع توتنهام. ماتش غريب الصراحة، أنا ما كنتش أتوقع كده. توتنهام مش أفضل حالة، نازلة الماتش مش في أفضل حالة بسبب الماتشات اللي فاتت، طبعا نتائجها سلبية كتيرة. بس قلت برضه في الاول وفي الاخر ده ديربي لندن بقى، والناس كلها قاعده بتتفرج، واكيد توتنهام هتبقى قاعده مركزه. حتى لو مستواها وحش فهي بالتاكيد مش هتضيع ماتش زي ده، ديربي لندن مع ارسنال العدو الاول ليهم. اكيد هيبقى بيلعبوا بطريقه يعني فيها روح اكتر من كده، بس ما حصلش كده خلاص في الجيم كله. ارسنال ارتيتا نزل الماتش الصراحه قاري الماتش كويس. وتحس في حاجه بركه كده والله العظيم. في حته ايزي وفيكتور جيوكروس، بالذات ايزي الصراحه. كان جايب هاتريك في الماتش الاولاني اللي كان في الدور الاول اللي كان بيتلعب في الاستاد الاميريتس بتاع ارسنال. والماتش ده برضو ارتيتا اعتمد عليه وحس ان هو ايه بركته حلوه قوي مع توتنهام. نزل بيه برضو وجاب جونين. الماتش الصراحه فيه وعليه كتير، في احداث كتيره حلوه وفكره ان ارسنال كان في الفتره الاخيره زي ما انتم كنتوا شايفين وعارفين طبعا، كان متاخر في النتائج وكان بيقرب النتائج ما بينه وما بين مانشستر سيتي. كنت انا قاعد بتكلم في حته ان هو بيب جوارديولا جاي وخد بالك يا ارتيتا والكلام ده كله. وفعلا ارسنال لو كان خسر الماتش ده بالذات بتاع ديربي، كنت اقول بنسبه 90% مانشستر سيتي خلاص خدت الدوري. لان من بيب جوارديولا من النوع لو حط نفسه على التراك وخد خد يعني خد المركز الاول بدري، هيفضل مش سايبه رخم جدا اصلا في ماتشاته. فالموضوع كان هيبقى صعب على جدا على ارتيتا، فكويس ان ارتيتا قدر يكسب الماتش وقدر ياخد الديربي بتاع من توتنهام في ملعبهم هناك، وقدر يكسبهم 4-1. الماتش الصراحه كان حلو، الماتش اتفتح جامد لارسنال، جابوا جوان بدري فاتفتح جدا ليهم طريقه اللعب. وعجبني جدا الجون التاني الارسنال اللي هو الجون الاولاني لفيكتور جيوكريس. الكره اللي ملعوبه ايزي اتحرك عمل فينت كده واتحرك، سحب اللعيبه معاه وفضى الدنيا لفيكتور كيكرس، قدر يشوطها ويجيبها جون. عجبني طريقه اللعب، عجبني منظومه اللعب. فكره ان هم بيقدروا يعملوا اكتر من طريقه لعب في الملعب، وبتحس ان الفرقه اللي قصادهم مش عارفه تمسك مفتاح لعبهم. يعني عندهم كذا مفتاح لعب، سواء ساكا رجع من الاصابه وقدر يعمل مستوى حلو الصراحه، وايزي اللي برضه زي ما كنت بحكي لكم ان هو في الماتش الاولاني اللي كان في الدور الاول قدر يجيب هاتريك. برضه الماتش ده كان مركز جدا وقدر يجيب جونين، والصراحه ايزي بيثبت نفسه كل الماتش. واظن من الموسم الجاي ارتيتا هيعتمد عليه كتير في الماتشات وهيفضل يلعب بيه اساسي. فيكتور جيكرس الصراحه انا مش يعني، انا هكون واضح معاك وانا مش معترف بيه قوي الصراحه. بس هو في الماتشات التقيله بتحس كده في توفيق كده بعد ربنا معاه بركه، بيقدر يجيب اجوان وبيقدر يثبت نفسه والكلام ده. نخش بقى على الماتش بتاع ليفربول ونوتنجهام فورست اللي اتلعب في ملعب نوتنجهام فورست. آه، يعني انا مش عارف، يعني انا بقالي فتره بتكلم على حته ان ليفربول واقعه والكلام ده كله طبعا كل الناس شايفه بعينها ان ده مش ليفربول اللي احنا الواحد متعود عليها. ده مش صلاح، دي مش يعني تحس سلوت برضو يعني قتل الروح وقتل اللعب المتعه اللي كنا بنشوفها من ليفربول وطريقه اللعب الجميله اللي كنا بنشوفها ايام كلوب. تحس الكلام ده كله اتقتل. ولا ما اعرفش الموسم ده خلاص بقى واقع بالنسبه لهم فمش فارقه، مش هقدر اقيم، بس يعني هم كسبوا الماتش في اخر دقيقه ولا حاجه 1-0 عن طريق ماك اليستر. بس يعني انا مش عارف اللي هو انا مش مبسوط، يعني انا مش حتى لو كسبوا فانا مش حاسس ان هم قدروا يعني ان هم عملوا حاجه عدله، ولا حاسس ان هم لعبوا حتى ماتش كويس، ولا ادوا اداء. يعني تحس ما فيش لعب الصراحه. لو يعني بجد والله العظيم ال 90 دقيقه بتاعت ليفربول، الواحد يعني انا ببقى عليا اهون ان انا اعمل حاجه في ال 90 دقيقه دي ان انا اتفرج على ماتش ليفربول. عمري ما كنت كده، كنت بحب دايما اقعد اتفرج على ماتشات ليفربول. دايما كنت بحس ان في كوره حلوه الواحد بيحب يتفرج عليها. الفتره دي او الموسم ده بالذات تحس ان في قرف، ما اعرفش، ما فيش لعب حلو. في اصابات في ليفربول بس مش يعني يعني معلش انا اسف 90% ولا 95% من ليفربول السكواد هو ده السكواد الاساسي بتاعهم اصلا، يعني اصابات عبيطه يعني، يعني حاجات عبيطه قوي جدا.
فما تخليهمش يلعبوا باسلوب وحش. بس مش عارف، تحس اللعيبه مش عايز تلعب، تحس سلوت ما فيش فكر عنده، تحس ما فيش روح، تحس حتى الجمهور مش طايق ليفربول، تحس ما فيش اي حاجه. كسبوا طبعا وكويس ان هم كسبوا، ما بعدوش اكتر عشان هم في التوب فور، فكويس ان هم ما طلعوش منها. بس ما في الاول وفي الاخر ما فيش كلام كتير عليهم، وانا قرفان من لعبهم وحاسس ان الموضوع سخيف يعني، فاهمني. نخش بقى على ايه؟ كيك على العالم، كيك على الواطي. نخش على ريال مدريد. توم وجيري والله العظيم، ريال مدريد وبرشلونه بجد يعني ما حدش فاهم. اسبوع ريال مدريد يبقى متصدر، اسبوع برشلونه يبقى متصدر، اسبوع يرجع برشلونه يبقى متصدر. بعد كده ريال مدريد يقول له لا انت خسرت، لا يا باشا خدها، همسي عليك، خدها اهو يا عم، هخسر لك ماتش عشان انت ايه تعرف تطلع تاني وتركب. تحس الاثنين ما تفهمش مين فيهم اول، ما تفهمش مين فيهم تاني. برشلونه طبعا معظم الموسم كانت هي الاول، بس ما اقدرش يعني اجزم اللي هو ايه 100% برشلونه هتتصدر. ما اقدرش اقول لك برشلونه راكبه التراك، يعني برشلونه كانت وقعت في الماتش اللي فات، فريال مدريد قدرت تركب عليها. ما فيش ده اسبوع واحد جه لعبوا اوساسونا، ريال مدريد قال لهم بقول لك ايه يا باشا، خد يا باشا اوساسونا ايه، هكسب اوساسونا اللي بقى لي 15 سنه ما كسبوش تقريبا مني، هكسبهم لكم اهو، واطلع تاني يا برشلونه تاني، ما تزعل والله ما انت زعلان، هطلعك تاني تاخد الاول تاني. تحس في كده فاهم نكش ما بينهم كده، ما حدش فيهم عايز يتصدر، ما حدش فيهم عايز يعمل هيمنه، ما حدش فيهم مكمل سواء برشلونه او ريال مدريد. هبدا بالماتش بتاع برشلونه اللي قدروا يكسبوه في الملعب 3-0 مع ليفانتي، في ملعب ليفانتي، في ملعب قصدي الكامب نو هناك. آه، يعني انا الماتش ده يعني انا كنت مبسوط وانا بتفرج عليه الصراحه، ماتش حلو جدا فيه كلام كتير. يعني نقدر نقول فليك يعني كان في لخبطه كتيره في الماتشات اللي فاتت، سواء ماتش اتلتيكو مدريد والماتشات بتاعت الميريا، كذا ماتش كده كان فيه هبل في الموضوع. بس فليك نزل الماتش ده مركز جدا، قدر يستخدم كذا عنصر بالنسبه لي، وكنت بتكلم عليه مع حد من صحابي اللي هو دايما معترض عليا، هو برشلوني صرف، بس هو دايما بيعترض عليا في الكلام. حته كانسيلو، لا كانسيلو مهم جدا. كانسيلو هو كان معترض عليا لما كنت بقول له ان برشلونه هترجع كانسيلو يلعب معاها تاني وكده، فقال لي يا عم القرف ده وبتاع. لا بقى كانسيلو انا بالنسبه لي من اهم الصفقات اللي موجوده في الموسم ده لكذا سبب. ان كانسيلو يقدر يلعب لك باك ليفت زي ما احنا شفنا الماتش بتاع ليفانتي اللي قدر يلعب فيه باك ليفت، وعنده حلول كتيره، سريع مهاري، بيقدر يعمل الكرات الكروسات الكوره العرضيه، بيقدر يظبطها على مقاس الراس ومقاس الرجل كويس جدا، وبيقدر يلعب باك رايت عادي، فممكن يلعب باك ليفت مثلا مكان بالدي يريحه شويه، فليك يقدر يعتمد عليه، يقدر يريح كوندي شويه يلعب بيه باك رايت. وعلى فكره كانسيلو بيقدر يلعب نص ملعب، وكانسيلو بيقدر يلعب جناح على فكره، لعب كذا مره الكلام ده. فهو انا عندي بالنسبه لي ميزه ان كانسيلو حتى لو هو مش البيك بتاعه، حتى لو مش احسن حاجه، فلا هو عنصر كويس ان انت تقدر تعمل بيه روتيشن في الملعب وتريح اللعيبه بتاعتك. وكانسيلو في الاول وفي الاخر هو نجم يعني، هو لعيب تقيل مش لعيب اي كلام يعني. فبالنسبه لي كانسيلو من العناصر التقيله اللي تقدر فليك او منظومه فليك تقدر تعتمد عليها. وبرنال الولد الصغير الصراحه في نص الملعب، الولد ده يعني لعب 10 من 10 في الماتش بتاع ليفانتي، لعب جاب جون بس هو بيقدر يعتمد على شباب سواء برنال او فيرمين لوبيز او يمين يامال، اللعيبه اللي هي الصغيره في السن اللي هتبقى ماسكه الفريق وشايلها على كتفها وطالعاه لمده 15 سنه قدام، فيقدر يعتمد على اللعيبه دي. وبرنال الصراحه من اللعيبه البوتنشال جيزه وبروميسنج جدا في نص الملعب، لعيب صغير في السن اسباني وعنده اللعب الاسباني، وهو صريح او الصراحه يعني ممكن يقول خليفه بيسكتس في يوم من الايام، وهو يقدر وجاب جون ويقدر يعمل حاجه. وهو على فكره هو برده فيرمين لوبيز، برده فيرمين لوبيز يعني زي ما قلت كده ما بحبوش قوي، بس هو لعيب لما بيخدم منظومه برشلونه جامد جدا، وهو حلو الصراحه منظومه برشلونه. ودايما حته التسديدات اللي بتبقى بره 18 دايما بيبقى عنده الدقه فيها عاليه جدا، دقه الشوط عنده عاليه جدا، سواء بيمينه او بشماله يقدر يسدد بيمينه وشماله. برشلونه قدرت ترجع تاني، قدرت تعمل ماتش عالي جدا الصراحه. وعجبني برضو فرانك ديونج جدا في الماتش ده جدا. يعني انا من الناس اللي بشوف ان فرانك ديونج يعني مش واخد حقه قوي في برشلونه، في ماتشات برشلونه دايما بيبقى السوكسي رايح لحته بقى لامين يامال بقى ورافينيا وبيدري والكلام ده كله. بس انا شايف ان فرينك ديونج لا هو لعيب ما يقلش حاجه عن بقيه اللعيبه اللي انا قلتها، هو بالعكس هو منظومه كويس جدا في منظومه في نص الملعب، بيقدر يعمل رقم 6 حلو، بيقدر يعمل رقم 8 حلو، بيقدر يخش جوه ال 18 في الكور اللي بتبقى عرضيه زي الجون اللي هو جابه فرانك ديونج لما كانسيلو لعب له الكوره، هو قدر يخش ويشوطها برجله، قدر يتواجد جوه ال 18 جوه، يقدر يخلق نفسه في ال 18 في الحته دي. الحته دي اللي كان بيعملها لو فاكرين جوندوجان مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، كان دايما بيخش جوه ال 18 ويقدر مش عايز اقول زي حمدي فتحي عشان عشان ما تشتمش في الكومنتس، بس يعني زي جوندوجان مع مانشستر سيتي كان بيعمل الحته دي.
فانا بالنسبه لي فرانك دي يونج ما يقلش حاجه خالص عن الباقي، ومبروك لبرشلونه قدرت ان هي ترجع تاني السيطره وتقدر ترجع تاني بالصداره وتاخد مركز اول مبدئيا. وبالنسبه بقى طبعا لريال مدريد اللي ايه يعني، مش عارف اقول ايه، مش عارف اوصفه بايه يعني. تحس اللعيبه مزاجنجيه قوي قوي، والله العظيم لعيبه مزاجنجيه جدا زياده عن اللزوم. بمزاجهم، ما ماتش يلعبوا حلو ويبقى تحس ان هم فايقين بقى ومتعه وفينيسيوس ومبابي بقى والجو ده، وماتش تاني يبقى زي القرف بجد. تحس ان هم يعني عايزين يخسروا، ما اعرفش هم عايزين مع ان هم كان مشكلتهم في تشابي الونسو، جالهم اربيلوا. طبعا اربيلوا برضه هرجع اقول انا مش هقدر احكم عليه، بيعمل طبعا يعني هتكلم عليه. بس انا خليني اتكلم عن على فريق ريال مدريد في الاول. لا ريال مدريد تحسوا زي ما بقول لكم، تحسوا ان هم مزاجنجيه زياده عن اللزوم. ماتش يلعبوه حلو، ماتش يلعبوه وحش. ما اعرفش ليه ما عندهمش حته اللي هو العزيمه والاصرار ان هم عايزين يتصدروا الماتشات. لا تحس ان هم مزاجنجيه، او ممكن يكونوا بيفكروا في الماتش بتاع العوده بتاع بنفيكا في الشامبيونز ليج اللي هيتلعب الاسبوع ده. فممكن يعني ممكن. بالنسبه لي بقى اربيلوا، في ناس تقول لك هو فتى في الماتش ونزل بألابا ونزل بكارفاخال مكان روديجر ومكان ارنولد. بس انا مش قادر احكم عليه في الحته دي لان هو معذور. يعني مثلا خلينا نتكلم مثلا من وجهه نظري، هو بالنسبه لي مثلا هو ما بداش بارنولد ليه، بدا بكارفاخال ليه. كارفاخال ده طبعا المفروض يعني يعني مواليد تقريبا حاجه و40 تقريبا، يعني الواحد يشوفه في الملعب يقول مواليد حاجه و40، اقسم بالله مش يعني عنده 33 سنه و34 سنه، بس ما يبانش عليه الكلام ده خالص، يبان ان هو عنده حاجه في 70 سنه الحمد لله. بس يعني انا بالنسبه لي ارنولد ليه اربيلو ما بداش بيه، في وجهه نظر في الموضوع ده ان هو ممكن يكون خايف ان ارنولد عنده اصابات كتيره وراجع من اصابات كتيره، فمش عايز يضغط عليه ماتشات كتيره، وبالذات ان هو يبدا بيه ماتش بتاع بنفيكا في العوده في سانتياغو برنابيو. فهو كان غالبا كان عايز يريح ارنولد ويبدا بكارفاخال. مع ان انا كان رايي كان يبدا باللي هو اسمه خافير تقريبا، اللي هو الباك رايت، او سانشيز، خافير سانشيز او حاجه زي كده، اللي هو الباك رايت الصغير الناشئ بتاعهم ده. انا رايي كان يبدا بيه ما يبداش بكارفاخال. يعني جربه قبل كده في ماتش الصراحه وعمل ماتش حلو. بس يعني هو معذور شويه اربيلوا، فتى، فطبعا فتي ان هو ينزل بكارفاخال وينزل بالابا. كان ممكن بدل ما الابا ينزل بروديجر بدل الابا. بس في الاول وفي الاخر برضه خلينا صراحه، يعني هو الجونين الماتش خلص خلص اساسونا كانت بتلعب ريال مدريد كسبتها 2-1، كسبت ريال مدريد 2-1. بس هو في الاول وفي الاخر الجونين مش غلطه الابا. يعني انا مش عايز اعلق الشماعه على الابا في الدفاع، غلطه اسينسيو كالعاده. الجون الاولاني تحس مفيش ترابط ما بينه وما بين كورتوا. هو اصلا اسينسيو انا شايفه لعيب واعد وكل حاجه وهيبقى في المستقبل حاجه، بس دلوقتي لا اسينسيو مش مركز. اسينسيو بقاله من الموسم اللي فات تحسه مش دماغه ما اعرفش فيها صراصير ولا دماغه فيها ايه الصراحه. تحسه مركز جدا مع حته ان هو عايز يقلد سيرخيو راموس واللي هو يقعد يشوح ويقعد مسيح شعره كده بالبلسم كده ويقعد يعمل لك كده وبتاع. تحس ان ما تفهمش دماغه مش مركزه في الكوره خالص. يعني هو يعني والله مش عارف. يعني انا بالنسبه لي الجون الاولاني كان مشكله اسينسيو، ما كانش يعني ما فيش ترابط بينه وبين كورتوا. والجون الثاني يعني ما شاء الله، يعني الواد خده كده. يعني هو اسينسيو اتزحلق حته زحلقه، يعني انا ما شفتش يعني خد كده ايه، كنس الملعب والارض. يعني اسينسيو برضه دماغه غريبه، الواد اصلا في الزاويه ضيقه وبيشوطها بشماله، وكورتوا كده كده انت عارف ان هو قافل الضيقه. ملهاش لازمه بقى الفرشه اللي انت فرشتها دي. هو اصلا اسينسيو فرش نفسه فاكر نفسه انه ياخد الكوره عشان الناس تقعد بقى تعمل له وتخبط له وتسقف له ان هو عمل حاجه. الواد اتفرش فرشه ايه يعني عناب. والواد جاب جون بتاع اساسونا والماتش خلص 2-1. والماتش كان صعب قوي على ريال مدريد، والصراحه اساسونا يستحقوا المكسب وريال مدريد ما تستحقش المكسب خالص، وهم اللي بيعملوا كده في نفسهم الصراحه. وادينا شايفين ان الليجا طالعه نازله ومحدش فاهم ايه الدنيا يعني. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. ويا رب ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جديده ودايما على خير. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.